الراي هو حركة موسيقية غنائية نشأت بالغرب الجزائري في مدينة بلعباس أولاً، وتطورت في مدينة وهران، وتعود أصولها إلى شيوخ الأغنية البدوية، واللي كان أهم روادها الشيخ حمادة وعبد القادر الخالدي. وبحكم احنا وخاوتنا المغاربة متقاربين بزاف، بدأت الأغنية البدوية تنزح للأعراس في مدينة وجدة. وأول من تبنى أغنية الراي الحديث في وجدة هو رشيد بالرياح، اللي قال في عدة لقاءاته أنه الدار الراي تاعه من الوهرنة والعبابسة. الراي اعتبروه الشباب كوسيلة ترفيهية، وكذلك ليعبروا على مدى الألم والأسى والفقر، وحتى أنه كان وسيلة لكسب المال. وبمرور الوقت تطور ولا شايع مع الشاب فضيل والشاب خالد والشاب مامي، وسيرتو محبوب الجماهير الشاب حسنين. بصح قاع هذو كانوا يخرجوا أحاسيس نابعة من القلب وكلمات نقية تحكي على الحب وعلى العشق، حيث الراي كانت تقدر تسمعها حتى مع أبوك ولا أخوك. بصح مع زاد الوقت وفات الحال وراحوا رواد الراي الصحاح، ولا من هب ودب يغني، ولينا نحشمو حتى نسمعوه مع أحبابنا، ولا يدعو للرذيلة والفساد والمخدرات، وأصبح من أهم أسباب لفساد المجتمع بعد ما كان ونيس الشباب في أزماتهم النفسية. صراحة الراي هو صوت الحرية، صوت الناس، صوت نابع من القلب، يليق على كل واحد حاط روحه فنان يتعلم من رواد الراي القديم باه يرجع الراي لكلماته القديمة وتترفع مكانته كما كانت بكري.